وحشتوني. في حياتنا كلنا بنقابل ناس كويسة، وبنقابل ناس ممكن تستنزفنا نفسيا أو تستغل طيبتنا. عشان كده وجود حدود شخصية مش معناه إن أنت قاسي أو أناني، بالعكس جدا، ده معناه إن أنت بتحترم نفسك وبتحافظ على صحتك النفسية، وبتخلي أي علاقة في حياتك قايمة على الاحترام المتبادل. طب إزاي نبني حدودنا الشخصية ونحافظ على نفسنا من العلاقات المؤذية؟ أولاً، يعني إيه أصلاً حدود شخصية؟ الحدود الشخصية هي القواعد اللي أنت بتحطها لنفسك عشان تعرف الناس تتعامل معاك إزاي، وإيه اللي أنت بتقبله وإيه اللي بترفضه. يعني تعرف تقول ده يناسبني، ده مش مريح بالنسبة لي، أنا مش موافق، محتاج وقت لنفسي، مش هسمح لحد يقلل مني. الحدود مش سور بيعزلك عن الناس، لكنها باب ليه مفتاح، انت اللي بتقرر مين يدخل ومين يقف عند الباب. طب ليه ناس كتير حوالينا ما عندهاش حدود شخصية؟ في ناس اتربت على ان الرفض قلة ذوق، ولازم ترضي كل الناس، ولو زعلت حد يبقى انت غلط، واسكت عشان ما تخسرش الناس. فبيكبر الشخص وهو بيوافق على حاجات كتير هو مش مقتنع بيها، وبيتنازل عن راحته عشان يرضي غيره. مع الوقت بيحس بالإرهاق والغضب والضغط النفسي. طب إيه هي العلامات إن حدودك الشخصية ضعيفة؟ بتقول أيوة وإنت نفسك تقول لأ، بتحس بالذنب لما ترفض طلب لحد، الناس بتستغلك دايما وباستمرار، بتسمح بالإهانة من خوفك إن أنت تفقد العلاقة اللي قدامك، بتحاول ترضي الجميع، بتعتذر حتى وانت مش غلطان، بتدي أكتر بكتير ما بتاخد في حياتك. طب العلاقات المؤذية بتبدأ إزاي في حياتنا؟ غالبا ما بتبدأش بالإساءة، بتبدأ بحاجات صغيرة جدا، زي تقليل منك على سبيل الهزار، التحكم في قراراتك من غير ما تاخد بالك، مراقبة كل تصرفاتك، التقليل من مشاعرك، الضغط عليك عشان توافق على حاجة، أو التلاعب بالذنب. ولو الشخص سكت السلوك ده هيزيد تدريجيا. طب ايه هي انواع الحدود الشخصية؟ رقم 1، حدود عاطفية، يعني محدش يستهين بمشاعرك او يسخر منها، من حقك تقول انا متضايق من الطريقة دي. رقم 2، حدود في الوقت، وقتك ليه قيمة، مش لازم ترد على كل مكالمة حواليك أو كل رسالة تجيلك في نفس اللحظة، ومش لازم تلغي كل مواعيدك عشان كل الناس. احترم وقتك، الناس هتحترمك. رقم 3، الحدود الجسدية، أي حد لازم يحترم مساحتك الشخصية، وأي لمس أو اقتراب يضايقك من حقك ترفضه وتعبر عنه. رقم 4، الحدود المالية، مش لازم تسلف فلوس للناس دي ودي وانت مش قادر، أو تتحمل مسؤوليات مالية تخص غيرك، اللي تقدر عليه هو بس اللي تعمله. رقم 5، حدود في الخصوصية، مش لازم تحكي كل أسرارك على الملأ للناس، ولا ترد على كل سؤال شخصي يتسألك. في حاجات من حقك تحتفظ بيها لنفسك انت بس. طب ازاي تبني حدود قوية لنفسك؟ اعرف قيمتك. أول خطوة إن أنت تؤمن إن راحتك النفسية مهمة جدا، أنت تستحق الاحترام والاهتمام والمعاملة الكريمة. اتعلم تقول لأ، كلمة لأ مش أنانية، هي وسيلة لحماية نفسك، مش لازم تبرر رفضك كل مرة، كفاية إن أنت تقول مش هقدر أعمل كذا أو ده مش مناسب ليا. عبر عن احتياجاتك، الناس مش بتقرأ أفكارك، لو في حاجة مضايقاك اتكلم بهدوء وقولها، قول اللي انت محتاجه بوضوح، اوعى تخاف من زعل الناس، اي شخص بيحترمك هيحترم حدودك، اما اللي يزعل لمجرد ان انت حميت نفسك فغالبا ده كان مستفيد من عدم وجود حدود عندك. اوعى تبرر كتير، كل ما تبرر زيادة بتدي فرصة للضغط عليك أكتر، الاختصار أحيانا بيكون أفضل مليون مرة. التزم بحدودك، لو قلت إن أنت مش هتقبل الإهانة يبقى فعلا ما تقبلهاش. الحدود من غير تنفيذ بتتحول لكلام بس. إزاي تعرف إن العلاقة دي مؤذية؟ لو أغلب الوقت بتحس إن أنت مرهق،
ان انت فاقد ثقتك بنفسك، ان انت خايف تتكلم، دايما حاسس ان انت غلطان، بتعتذر باستمرار، محتاج تثبت قيمتك، مش مرتاح، لازم تراجع العلاقة دي فورا. طيب هقول لكم جمل هتساعدكم تحافظ على حدودك تستغلها في المواقف. أنا مش مرتاح للكلام ده، من فضلك احترم رأيي، مش هقدر أوافق على كل حاجة بتقولها، خلينا نكمل الحوار لما نهدى، أنا محتاج وقت أفكر، على فكرة أنا مش بحب الطريقة دي في الكلام ومن حقي إن أنا أرفض. طب تعمل إيه لو الشخص تجاهل حدودك أو كررها مرة أو مرتين؟ لو استمر في التجاهل قلل التعامل معاه، حافظ على مسافتك بينك وبينه، اوعى تدخل في جدل طويل معاه، ولو العلاقة مؤذية بشكل مستمر فكر في إنهائها فورا إذا كان ده ممكن وآمن بالنسبة لك أنت. الناس اللي بتحبك بجد هتحترم حدودك حتى لو احتاجت وقت عشان تتعود عليها. طب هل الحدود بتخلي الناس تبعد عني؟ ممكن ناس تبعد فعلا، ولكن غالبا هي الناس اللي كانت مستفيدة ان انت بتتنازل طول الوقت. اما الناس السوية هتحترمك اكتر لما تشوفك ان انت بتحترم نفسك وحدودك. في بعض النصايح عايزة اقولها لكم تعملوها. اسأل نفسك قبل اي موافقة على اي حاجة، هل انا موافق فعلا ولا بخاف ارفض؟ خصص وقت لنفسك، اعمل اي حاجة بتحبها بدون شعور بالذنب. اختار العلاقات اللي فيها احترام متبادل، ما تسمحش لأي حد يقلل من قيمتك مهما كانت مكانته عندك. افتكر ان الحفاظ على نفسك عمره ما كان أنانية، دي مسؤوليتك انت. أخيرا، الحدود الشخصية مش معناها ان انت تبني حواجز بينك وبين الناس، لكن معناها ان انت تعرف قيمة نفسك وتحافظ على كرامتك وراحتك النفسية. الشخص اللي بيحترمك هيحترم كلمة لا اللي انت بتقولها زي ما بيفرح بكلمة أيوة، وهيتقبل ان ليك احتياجات ومشاعر وحقوق. كل ما كانت حدودك أوضح كل ما كانت علاقاتك أكتر صحة واستقرار. هتلاقي ان انت مع الوقت بقيت أقل استنزافا وأكثر ثقة بنفسك، وهتقدر تختار الناس اللي يضيفوا لحياتك فعلا بدل ما يستهلكوا طاقتك. افتكر دايما ان احترام الناس بيبدأ من احترامك لنفسك، وان انت تحط الحدود عمرها ما كانت نهاية علاقات، هي بداية لعلاقات صحية أساسها التقدير والاحترام المتبادل. ودمتم سالمين.